قائمة الجزائر التي ستشارك في كأس العرب. مجيد بوقرة لديه كامل الخيارات للدخول بتشكيلة جيدة يمكنها أن تقدم أداء مميزا وتحقق نتائج ترضينا إذا تحلى بالواقعية وأشرك الأفضل دون حسابات. ففي خط الهجوم يمكنه أن يشكل ثلاثي يصعب إيقافه، وفي الوسط يستطيع إيجاد ثلاثي فيه كل الصفات. فيما خط والدفاع علينا انتظار من يشكلونه. القائد المنتظر في كأس العرب يغيب. الغرافة يعلن عن غياب ياسين إبراهيمي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت كنا ننتظر وجود اسمه في القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب. فبفضل خبرته الطويلة وتواجده في حالة رائعة كنا نتوقع أن نستفيد منه، وهو من ساهم في تسجيل 16 هدفا خلال 13 مباراة لعبها مع الغرافة خلال هذا الموسم. صاحب جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية كان سيمنحنا إضافة خاصة ومختلفة، ويلعب دور قيادي في قائمة تحتاج وجوده فيها. صورة توضح ما يعيشه جمال بالماضي رغم قيامه بالعديد من التعاقدات ومنحه الورقة البيضاء في إعداد فريق يعود للمنافسة على الألقاب، إلا أن نتائج الدحيل حتى الآن بعيدة كليا عن التطلعات. الفريق يحتل المركز الثامن في الدوري القطري، حيث فاز في 3 مباريات فقط من أصل 10، وفي دوري أبطال آسيا يحتل المركز السابع ب4 نقاط من 4 مباريات. مستقبله على المحك بسبب هذه النتائج. في خبر آخر، عيسى ماندي بمستوى مميز وعودة في الوقت المناسب. ففي الفترة الأخيرة أثبت عيسى ماندي أنه يعيش واحدة من أجمل فتراته، ويلعب سلسلة من المباريات الرائعة التي افتقدناها منذ أيامه في ريال بيتيس. ذلك البطء والتردد وعدم التركيز تخلص منهم بعد لعبه الكثير من المباريات، فاسترجاعه للنسق العالي أعاد إليه ميزاته، ومع خبرته أصبح يدير الأوضاع جيدا، متواجد في التشكيلة المثالية لهذه الجولة.